ابتسمت ابتسامة صغيرة، بس واضح إن دي ما كانتش حاجة كفاية بالنسبة له. ولقيته بدأ يصرخ وقال لي: أنت ما بتحبيش ديزني؟ وما ادانيش فرصة حتى إني أرد، وكمل وقال: بنتي زيك مش بتحب ديزني. وهنا حسيت إن الراجل ده مش طبيعي، ما كنتش فاهمة يعني إيه إن بنته شبهي. حاولت بهدوء أتكلم على قد ما أقدر، وقلت له: أسفة لو ضايقتك. بعدها بقى زي المجنون، وقعد يقول كلام ملوش أي معنى، مجرد كلام فارغ وغير منطقي، زي الأميرات كلهم بيحبوا الأبطال، وإني ممكن أكون بطل، بس بدل كده أنا هنا. كان من الواضح ليا إن الراجل ده بيعاني من انهيار عصبي، بس لحسن حظي إني ما كنتش قفلت التليفون مع جوزي اللي سمع كل اللي حصل. وأما حس إن الوضع خطير ساعتها كلم الشرطة وحكى لهم إن في عميل مجنون موجود معايا. وده أكتر موقف كنت ممتنة فيه لجوزي. ورجع تاني الراجل ده لرف اللحوم ووقعهم كلهم، وفي اللحظة دي حسيت بعدم الأمان. وبعد ما وقع الرف اتضير ليا وعينه كانت مرعبة. في الوقت ده كانت الشرطة جت. الراجل ما اتحركش من مكانه، ودخلت الشرطة في هدوء، وجي واحد من الضباط عشان يتأكد إني كويسة. وظابط تاني راح للراجل ده، كان شكله متعصب بس ما صرخش زي ما عمل من شوية. ومشى الظابط معاه لبره المكان عشان يتأكد إن الراجل ده مش هيرجع تاني. ما كانش عندي أي فكرة كان إيه ممكن يحصل لو جوزي ما كانش معايا ساعتها على التليفون وكلم الشرطة.